بيرجع رعد مع الحارس الشخصي بتاعه، بيبص ويقوله: أمال لميس فين دلوقتي؟ في مكانها يا بيه، ما اتحركتش من مكانها من ساعة انت ما وديتها من شهر. تمام. ما حاولتش تهرب خالص في الأيام دي ولا ايه؟ لا يا فندم، ما حاولتش تهرب خالص الأيام دي، وكل الحراس أكدوا إن هي ما خرجتش خالص، وكانت حتى بتتصل بحد يبعت لها الطلبات زي ما هي عايزة. كويس جدا قوي. اوعى تكون عرفت أي حاجة عن اللي حصل لي. لا يا رعد بيه، أوامرك اتنفذت بالحرف الواحد ومحدش عارف خالص إلا جاك. كويس قوي، حسك عينك حد يعرف ولا حتى جدي. كل حاجة لازم تتدبر زي ما أنا قلتلك، فاهم؟ ما يكونش خالص في بالك يا رعد بيه، أنا راح أجيب لك العربية دلوقتي حالا. بيركب العربية والبوديجارد بيوصله، وهو طول العربية وهو قاعد ساكت وعمال يشوف الشغل بتاعه، بس فجأة بيفتكر كل اللي حصل معاه. عاش من شافك يا مالك الأسود. عامل ايه؟ انت جايبني لحد هنا ومزفرني ده كله عشان تقولي عامل ايه؟ انجز يا شاهين، عايز ايه؟ اكيد يعني مش عايز اشوفك بخير ولا عايز اعرف اخبارك ايه. ولا نسيت؟ ده انا اتشوهت بسببك يا باشا. فاكر دي؟ فاكر الغرزة دي ولا ايه؟ ده انت اللي مخليني اعملها. اسره، انت كنت واخد حقي وانا جيت ارجعه، وساعتها خليتك تعمل الحادثة دي ووشك المتشلفط ده عشان انت كنت طماع وعملت معايا الغلط، وانا رديت لك. ماشي يا ابن الحديدي، انا ساعتها فوتها لك بس بمزاجي، بس دلوقتي جه هصف الحساب. انا ما بتهددش يا شاهين، ولو عايز تاخد حاجة اديني واقف قدامك اهو، مش عامل زي العيل التوتو اللي بيهرب. اديني قدامك اهو، اتفضل قول. ده نزعل منك كده قوي؟ احنا بتوع ولا ده احنا بتوع افعال وبس، ولا ناس يا ملك الاسود. ما تزعلش، انا دلوقتي اللي هصفيك زي ما صفيت حسابي معاك. لو قصدك على الصفقة فبعينك تاخدها، ابقى قابلني لو عرفت انت تاخدها خالص المرة دي. انا اللي هاخدها، وانت هتفضل كحيان زي اول مرة. ولو ما عرفتش ان انا علمتك الادب قبل كده، انا علمهولك تاني دلوقتي، مفيش مشكلة. طالما الغرزة اللي في وشك دي عايزة تبقى غرزتين. وريني يا رعد الحديدي ازاي هتعملها، بس يا رب ما تبقاش خايب زيهم. وفجأة رعد بيلاقي نفسه لوحده مع رجالة شاهين، وشاهين رافع عليه السلاح، يعني كله محاصر من كل الجهات. رعد في الوقت ده بيقف قدامه زي الحديد فعلا، اسم على المسمى، ما بيتحركش ولا يتغمض له جفن. وفي ثانية السلاح بقى في ايد رعد، والراجل بيقع على الأرض. أي نعم ما جرالوش أي حاجة، بس السلاح بقى في ايد رعد. بس للأسف رجالته هي اللي كانت المفروض تعمل كل حاجة، والقوة تغلب الشجاعة. للأسف رعد ما كانش هيقدر عليهم كلهم لأنه لوحده. وفي ثانية شاهين للأسف بص رجالته بصة خلتهم كله يقوم حرب. بينزل رعد على ركبه جنب العربية عشان مفيش أي حاجة تصيبه. بيبص ويقول: هو انت كده بتتحمى في رجالتك؟ ده انت خليك راجل لراجل، دايما جبان بتتحمى في أي حاجة. رعد في الوقت ده حس ان مفيش فايدة قوي ان هو يفضل لوحده معاهم، فبيطلع يركب العربية بسرعة عشان يجري، بس للأسف بيجري وراه عشان يقتلوه. رعد في الوقت ده جاي يركب العربية، بس فجأة بيتضرب ضربة في ظهره بتوجعه، بس بيفضل متماسك لحد ما بيركب العربية ويجري منهم. النزيف اللي كان في ظهره خلاه يفقد الوعي، ومسك العربية ووقفها في مكان، بس للأسف رجالة شاهين كانوا وراه، لدرجة إن واحد منهم جه ودخل عليه العربية. هو بيقول له: شاهين بيسلم عليك وبيبعت لك دي، وبيخبطه في صدره وبيخلي المشرط يجي ناحيته، يعني علامة كده في صدره. وبيهرب الراجل وهو سايح في دمه، ولدرجة إن هو أغمى عليه في العربية. محدش أنقذه إلا تاني يوم، وكانت حالته خطيرة جدا لدرجة إنه فقد دم كتير جدا، وكانت فصيلته نادرة، والدنيا كانت بايظة معاه جدا. بيتنقل المستشفى والحديث مترجم. بيبص الدكتور وهو بيقول: من أين أتى هذا؟ لا نعلم سيدي، ولكن الإسعاف أتت به إلى هنا، كان على الطريق. هاتولي جهاز صدمات القلب تحسبا لأي ظرف، النبض مش منتظم وهو مش هيستحمل العملية اللي احنا بنعملها له. أكياس دم بسرعة عشان الحالة ما تستحملش، عشان نقدر إن احنا ننقذها. بيفوق رعد من ذكرياته على صوت حد بيندى عليه ويقول له: احنا وصلنا يا فندم.
بيدخل رعد الجناح بتاعه، والأول مرة لميس ما تبقاش موجودة فيه بيتضايق جدا، والأوضة ما بتبقاش حلوة قوي معاه. الحقنا يا رعد بيه، لميس هانم مش عارفين هي فين ولا موجودة أصلا في البيت. ده ازاي ده يا ماكس؟ انت بتهزر ولا ايه؟ لموا الدنيا ودوروا لي عليها حالا، ولا اقول لك انا جاي معاك بنفسي. انا مش حاضر ان انا استنى واسيبها. في مكان مهجور، جوري ولميس هما اللي موجودين بس. بتبص لها جوري وهي بتقول لها: واحدة مفعوصة زيك تكشف ستري وتعرف عني حاجات كتير؟ ده رعد الحديدي بجلالة قدره ما عملهاش. تيجي واحدة مفعوصة زيك تحطني تحت ترسها؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. ده انت نهايتك هتبقى على ايدي، على الاقل ارتاح منك ومن قرفك. محدش هيحس بيكي اصلا وانت مقتولة. ده حتى رعد نفسه سايبك بقاله شهر وحبة، وللأسف ما يعرفش عنك اي حاجة. فدي الفرصة جاتلي. انا هخليكي تشوفي نار جهنم على الارض، وساعتها اقسم بالله هتتمني الموت ومش هتلاقيه. رعد مصيره يعرف حقيقتك القذرة دي اللي مخبياها عنه، وده كله بالدليل. لا يا حلوة ما تخافيش، اصل انا عكيت الدنيا في بعض، ورعد هيجيله خبل من كل حتة. مش هيعرف مين فيهم اللي خطفك، اعدائه كتيرة وانتي مش هتعرفي تثبتي عليا اي حاجة. ده حتى الفيديو اللي انت صورتيه بالليل واشربي ميته كله متفبرك. الحق يا هانم، رجالة الحديدي عرفت مكاننا، ولو جم ولقوكي هنا هتبقى مشكلة. لازم تهربي. لازم اقتلك قبل ما امشي، عشان ساعتها رعد يتحسر عليكي. مش وقته يا هانم، لازم تهربي، رعد بيه معاهم. بيدخل عليها رعد وبتتفاجئ بيه ان هو قصادها بعد شهر، شهر بعيد عنها. ممكن اعرف جبتني ليه لحد هنا طالما انت مش عايزني وبقالك شهر بعيد؟ انا مش عايزه اتكلم دلوقتي. مش ناويه تقولي لي مين اللي كان خاطفك؟ مانيش قايله الا لما اعرف ايه اللي حصل، واللي سبتني شهر والاخر جاي راجع لي دلوقتي تنقذني. سبتني ورحت فين؟ ما ترد يا رعد. رعد بصلها ومرضيش يتكلم، بس من جواه بيقول: انا ما سبتكيش ابدا، انت كنتي معايا في كل لحظه. فضلوا يبصوا لبعض وهم ساكتين، بس جوه لميس عماله تقول: قولها، قولها انك مش هتسيبني تاني. قولها ليه بعدت عني؟ ليه كده؟ دي حاجه ما تخصكيش، ولو هو ما يخصنيش رجعت ليه؟ رجعت وانقذتني ليه؟ ظهرت في حياتي مرة تانية ليه؟ عايز مني ايه؟ ما تنطق. بيقرب منها وهي من كتر الخضة كانت عايزة تضربه، بس اتشل حركتها. لحد امتى هفضل اقولك ما تقربش من حد ما بتحبوش ولا انت عايزه؟ رعد ما كانش معاها، كان صوت قلبه هو اللي بيتحكم في كل حاجة، حتى صوت عقله ما كانش مسموع رغم كل المشاعر اللي جواه. بيقف الزمان في الوقت ده وكأنه مش سامع أي حاجة غير قربها. أما هي والأول مرة تستسلم لصوت قلبها اللي كان دايما بيحاول إن هو يقرب له، بس هي عقلها كان دايما بيبعد عنها. عند لارا كانوا زنقوا عليها العربيات، بس هي بتطلع تجري وبعيد عنهم، بس للأسف بيلحقوها ويفضلوا يجروا وراها لحد ما بيمسكوها. سيبوني، انتوا عايزين مني ايه؟ كان نفسنا نكون احنا اللي عايزينك، بس للأسف الجبر بيه هو اللي عايزك، وعايزك سليم. عندنا دينو جاسر. جاسر بيتصل بيها وهو بيقول لها: اتفضلي تعالي بعد ساعة في المطعم ده، عندنا عشاء عمل وللأسف محتاجينك. ولسه هتعترض وتقول ان هي مش جاهزة، بيقفل في وشها السكة عشان ما تفضلش تلوك كتير. اما الجبري فبيتصل بجاك، بيبص ويقول له: الحلوة بتاعتك لارا معانا، يا اما هي يا اما الملف اللي انتوا جمعتوه وتختاروا. ده انا هدفنك وانت حي. انت بتتكلم فين؟ لارا فين؟
ما بلاش لك كتير وتلحق نفسك بدل ما الحلوة تجيلك متقطعة في اكياس. انت بتهزر ولا ايه؟ الساعة 3 كل حاجة لازم تبقى معايا، انت فاهم ولا لا؟ الملف ما بقاش في ايدي دلوقتي، بقى في ايد الصحافة. انت بتهزر ولا ايه؟ مش هينفع اعمل اي حاجة، سيبها. والله دي مش مشكلتي، تجيبه من تحت تقطيع الارض، يا اما اقتلك الحلوة بتاعتك دي اللي انتوا سرحتوا في الدنيا كلها وقعدتوا تجمعوا كل المعلومات دي عشان توقعونا انا ورجالتي. عند رعد ولميس بتشوف العلامات اللي على جسمه، بتبص وتقول له: هو ايه اللي في صدرك ده؟ انا مش عايزه اتكلم في اي حاجه دلوقتي، بس هبقولك بعدين. طب رد على التليفون. بيبص على التليفون وبيلاقيه جاك، بيرد عليه وهو بيقوله: ايوه ايوه يا جاك. بيبلغه ان المفروض يجي دلوقتي حالا، وبيقوله على كل حاجه وان لارا اتخطفت، وانه ما يقولش للميس اي حاجه. لميس في الوقت ده بتاخد بالها من الحاجات اللي على ظهره، بتبص وهي بتلمسها وبتقوله: ظهرك برضه متشلفط، في ايه يا رعد؟ قولي. ولما لقته بيتوجع منها وبرضه اتوجع منها وهو معاها وهي لمساه، اتخضت جدا بس مرضتش ان هي تقوله ولا تقوله اي حاجة. انا مرضتش اتكلم على الكدمات اللي على ظهرك وبرضه على صدرك، انا حاسة ان هما جداد والخياطة جديدة. في ايه يا رعد؟ انت ايه اللي حصل لك؟ بيسيب من ايده اللبس اللي كان بيلبسه وبيحط ايديه على صدره وهو بيقول لها: بعدين هبقولك يا لميس، دلوقتي انا ورايا شغل قوي ومفروض اروح معاه، جاك محتاجني جدا. رعد في الوقت ده بيلبس وبياخد المسدس بتاعه ويمشي، وهي بتفضل قلقانة قوي وحاسة ان في حاجة بتحصل بس هو مش راضي يقولها.